تعالوا بقى نشوف علب الصلصة وعلب الفول ديت هنعمل بيها ايه. زي ما انتوا شايفين كده انا مجمعاهم كلهم وهعمل بيهم شوية منظمات تحفة. وكمان الحاجة اللي انا بحبها قوي، اللي انا اي رسمة بشوفها على بنت بريست بتعجبني بقوم طبعاها ومخليها عندي بالشكل ده. وكمان فوم، بواقي فوم اللي موجود عندك النهاردة هنستعمله. قبل بس ما نبتدي ما تنسوش تعملوا لي اللايك يا حلوين، ولو عجبكم الفيديو يعجبكم محتوايا ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان اي فيديو جديد ينزل يقدر يوصل لكم بسهولة. زي ما انتوا شفتوا كده انا جبت ورق الفوم وقصيتها على قد العلبة بتاعتي وهبتدي اثبتها بالشكل دوت بمسدس الشمع. وانا بثبت لازم اشد الفوم بالشكل دوت عشان يبقى مفروض عندي بالعلبة، بيبقى مشدود بالشكل ده. وبعد كده هبتدي اسويها بالمقص على قد العلبة بالظبط. دي قناتي اسمها حبة افكار بكبسة زر. اي فكرة عندك تخطر على بالك بكبسة زر واحدة تقدري تنفذيها. وكده انا سويتها ومعايا فوم اصفر هحطه كده على طرف العلبة بالشكل ده واثبته برضو كويس بالشمع. زي ما انتوا شايفين كده المنظمات معايا سهلة وبسيطة، والشكل النهائي هيبقى روعة ودلوقتي هتشوفوا بنفسكم. دي بقى ممكن ننظم بيها المطبخ، لاني انا هحط عليها اشكال هتبقى حلوة قوي في المطبخ عندي. يعني هخليها للمعالق والشوك، ممكن كمان على السفرة هيبقى شكلها شيك جدا. يعني ليها كذا استعمال، بس الاستعمال اللي انا هستعمله دلوقتي هتبقى معايا في المطبخ. هبتدي اثبت كده الورق كده كويس جدا. ده انا اتلسوعت كمية لسوعة النهاردة. يلا كله يهون عشان الحلوين. ادي كده انا عملت العلبتين زي بعض، وهبتدي برضو اغلف القاعدة بالورق الفوم زي كده. كده انا عملت الاتنين. بقى ممكن تثبتيهم باي وسيلة لزق عندك، المسدس الشمعي دبل فيس. ومعايا كده الخيط الخيش هبتدي الفه عليهم بالشكل ده. وهعمل العلبتين زي بعض بالظبط وانضف الشمع من عليه. وكده انا طبعت الرسمة ديت من على بنت بريست، ودوت ورنيش مائي هبتدي اثبت عليه الرسمة. هيثبت معايا كويس جدا. وهوزع الورنيش المائي تحت العلبة وفوق العلبة وفوق المريالة، يعني هوزعه على العلبة كلها زي ما انتوا شايفين كده. ده بيديها عشان انا هحطها في المطبخ فهيديها طبقة حماية شوية. ولو لسه مكملين معايا الفيديو ما تنسوش تعملوا لي اللايك، لان اللايكات يا حبايبي هو اللي بيرفع الفيديو وبيخلي اكبر عدد من الناس تشوفه وتستفاد. انا كده وزعت الورنيش المائي على كل العلبة كلها عشان يديها طبقة حماية. ومعايا ايد المريالة بالشكل دوت هثبتها طبعا بالورنيش المائي. هو الورنيش المائي حلاوته ان هو بيلزق كويس وفي نفس الوقت بيدي طبقة لمعة كده وطبقة حماية. العلبة التانية حطيت عليها خلاط بالشكل دوت وطقم توزيع. شايفين بقى بعد ما نشف، شايفين الجمال بقى واللمعان. دي هحطها في المطبخ. ايه رأيكم بقى في الفكرتين دول؟ يعني لو انت من النوع اللي بتحبي تغيري على طول في مطبخك كده زي حالاتي ومش عايزة تشتري بقى كل شوية، بحاجات بسيطة جدا ممكن تعملي بايديكي احلى منظمات، وبنغير كل شوية ببلاش. نيجي بقى للمنظم التاني القمر دوت. دي كرتونة طبعا انا استخسرت ارميها، شكلها كده ماتشين. فانا هعمل لكم منظم دلوقتي كلنا محتاجينه، وهعمله كمان بواقي الفوم، يعني مش هنكلف نفسنا اي حاجة خالص. هبتدي بقى اثبت الورق الفوم حوالين داير زي ما كده، وهقص الزوايد بتاعت الكرتونة. اي لون عندك استعملي، انا حبيت استعمل الاخضر لان العلبة خضرة وده المتوافر عندي. وهحط فوم كده فوق الغطا بتاع الكرتونة، بس قبل ما احط هبتدي اعمل خيط بالشكل دوت عشان اعمل المسمار بتاعه. وكلمة منى ده اسمي، ده انا اسمي منى، فحبيت احطه على العلبة بالشكل دوت لان العلبة ديت انا هاخدها ليا شخصيا. ومعايا فوق ورق اصفر، فوم اصفر، هبتدي الفه كده لور. هعمل منه كذا واحد، وبعدين اثبته بالشمع كويس جدا. زي ما قلت لكم هعمل منه كذا واحد بالشكل ده، بني بقى اصفر المتواجد معايا. ومعايا خيط الخيش هبتدي الفه حوالين العلبة بالشكل ده. احنا اي حاجة بتبقى موجودة بنستغلها، احنا والله ملناش حل.
المفروض نغلب الصين يا جماعة، والنبي حد يكتشف بقى موهبتي ديت. لفتها بالخيش من فوق وتحت بالشكل دوت. معايا قلب اخضر كده هحطه، ومعايا كده جبت زرار بالشكل دوت هحطه عشان اقفل وافتح منه العلبة. بقت معايا كده بالشكل دوت. وكده المنظم بتاعي خلص بحاجات بسيطة جدا، ما كلفتناش حاجة، بواقي الفوم اللي عندنا. وادي كده خليته منظم للخواتم بتاعتي. شايفين الجمال؟ شايفينه بيشيل كتير جدا. وممكن الحتة الفاضية دي كمان تشيل معاكي السلاسل، انسيالات اللي موجود معاكي ده، بيشيل حاجات كتير جدا، وبيبقى شكله شيك وحلو. وكفاية ان هو عليه ايه الاسم. وادي اخر الفيديو، ودي افكار النهاردة. لو عجبتكم بقى ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.